السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير. والنهاردة الفيديو مميز جدا ووصفتنا سهلة جدا ومكوناتها ومقاديرها موجودة في كل البيوت، وكمان ما بتاخدش معانا وقت. النهاردة هنعمل نوع مخبوزات ولا اروع من كده، هيبقى هش وطري وبيلمع معانا وكمان ما بياخدش وقت في التسوية. يلا بينا نشوف المقادير وطريقة التحضير. معايا هنا 6 كوبايات من الدقيق، ومعايا باكو خميرة فورية، ومعايا معلقة صغيرة ملح، ومعايا معلقة كبيرة بيكنج باودر، ومعايا معلقتين كبار سكر علشان يفوروا لي معايا الخميرة، ومعايا كوباية مية فترة يعني بين السخونة وبين البرودة. يلا بينا نبدأ. هنشوف هنعمل ايه. هنا معايا الخميرة، هحط عليها السكر وهحط عليها المية الفترة زي ما انتوا شايفين، ومعلقة كبيرة من الدقيق عشان الدقيق فيه نشا، وكمان الخميرة بتتغذى على النشا اللي داخل الدقيق. وهقلبهم كويس جدا، وهفضل اقلب فيها لحد ما تدوب كل المكونات مع بعض وتمتزج كويس. وما احطش الملح مع الخميرة، لان الملح بيسحب الرطوبة اللي داخل الخميرة فبيموتها. نخلي بالنا من المعلومة المهمة دي، الملح بيسحب الرطوبة اللي داخل الخميرة فبيموتها، فاحنا عايزينها تنشط، فما نضيفش الملح مع الخميرة ابدا. اسيبها بقى لمدة 10 دقايق على جنب كده، واشوف الخطوة التانية هعملها ايه. هبدأ اضيف على الدقيق البيكنج باودر واقلبه مع الدقيق كله، يعني ما خليش حته ما خدتش بيكنج باودر. الخطوه دي مهمه جدا عشان ما تبقاش حته او قطعه مرتفعه وقطعه التانية هابطه، فلازم اقلب البيكنج باودر مع الدقيق كله. وهضيف برضو الملح واقلبه بعيد عن الخميره خالص نهائي، عشان الملح بيسحب الرطوبه يا حبايبي اللي داخل الخميره البيره او الخميره الفوريه، فبيموتها ما بيخليهاش تنشط. طب في هنا سؤال، طب ما طالما الملح بينشف الخميره او بيسحب منها الرطوبه، ما بلاش منه خالص. لا، هو ليه فايده مع الدقيق، بيقوي لي شبكه الجلوتين، فلما اجي افرد بلاقي الشبكه معايا قويه وبتمط معايا وبتتفرد معايا بسهوله. يعني كل حاجه لها فايده. بعد ما الخميره اشتغلت معانا هبدا احطها في النص هنا، وابدا انزل وابدا اقلب الدقيق فيها واعجن. وبعد ما عجنت الدقيق بالخميره هنزل بمعلقتين كبار خل. فايده الخل هنا ايه؟ فايدته ان هو لما اجي افرد العجينه وافردها ما تلمش معايا، لا هي بتتفرد معايا بسهوله وايه، وبتاخد معايا كده ما بتشدش معايا. يعني ده فايده الخل، بيقوم لي بدور زي المحسن كده. وابدا انزل بالميه اللي هعجن بيها واعجن العجينه كويس قوي، وافضل الت فيه واعجن فيه لحد ما تلتم عجينه. وهنا بعد ما لتيت العجينه كويس قوي 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 وفعلت الخميره قصدي الفوريه، هحط معلقتين كبار زيت وابدا اعجنها تاني. بعد ما عجننا العجينه كويس قوي هنغطيها بالبلاستيك فيلم واركنها على جنب زي ما انتم شايفين بالبلاستيك فيلم، واسيبها من نص ساعه لساعه الا ربع تخمر، ونرجع نشوف هنعمل ايه. وبعد ما الخميره خمرت، ما العجين خمر زي ما انتم شايفين، بنشيل البلاستيك فيلم ونبدا ناخد على قد الصنف اللي احنا هنعمله من المخبوزات. ودلوقتي انا حطيت العجينه على الرخامه حبايب قلبي، ورشيت تحت وفوق دقيق، وهبدا افرد على هيئه مربع زي ما انتم شايفين. سيحت الزبده، بعد ما فردتها هبدا ايه انصر الزبده عليها كده رايح جاي زي ما انتم شايفين اهو يا حبايبي. احط كميه مناسبه كويسه برضو اهو، وهبدا بالفرشه وادهن رايح جاي
بعد ما فردنا الزبدة كويس هبدأ اتنيها تانية. تمام. وابدأ بالفرشة برضو واتني تانية كمان زي ما انتوا شايفين. بحايل العجينة بالراحة خالص برضو بالزبدة. وبعدين هبدأ اقطعها بالراحة خالص زي ما انتوا شايفين، قطع صغيرة. وهنشوف هنعمل ايه بعد كده. زي ما انتوا شايفين هنا انا دهنت الصينية اللي هرص فيها، وهجيب كمان قطعة على القطعة دي، يعني هحط 2 وهضغط بعصاية الشيش طاووق من النص زي ما انتوا شايفين كده اهو، واروح عاملاها كده اهي زي ما انتوا شايفين. وهبدأ ارص في الصينية. تمام. ونعمل واحدة كمان قدامكم برضو، وواحدة عليها برضو اهي. خلوا بالكم من عصاية الشيش طاووق، واجيبها من النص واضغط كويس قوي اهو، اضغط كويس قوي. وبعدين اجيبها واروح تانياها كده زي ما انتوا شايفين. الشكل هيبقى تحفة. وارص جنبها وهكذا. وهنا انا جبت بيضة وعليها سنة فانيليا، سنة بسيطة جدا. وبالفرشة هبدأ ألمع المخبوزات زي ما انتوا شايفين. انا بلمعها قبل ما اخمرها التخميرة التانية. فاهمين ازاي قصدي؟ علشان لما تخمر لو جيت عملت كده زي ما انا بعمل كده بدهنها، ههبط الغاز اللي طلع من من ثاني اكسيد من الخميره قصدي، اللي هو ثاني اكسيد الكربون. فانا مش عايزه اوصل لكده اهي يا حبايبي. وهنجيب البلاستيك فين ونخمرها مع بعض اهو يا حبايبي. غلفتها بالبلاستيك فيلم اهو علشان تخمر كويس قوي، وبعدين ندخلها الفرن. ودلوقتي يا حبايبي هدخله الفرن. واهي يا حبايبي انتهينا من عمل المخبوزات الروعه. شايفين شايفين اللون الجميل وهي هشه ازاي ما شاء الله. شايفين ما شاء الله مورقه من جوه وطريه وهشه وجميله. طلع شايفين هي لسه سخنه. الريحه يا جماعه مش قادره اقول لكم بجد. الخميره مع البيكنج باودر عامله مفعول. يا رب اكون فدتكم بقى. ما تنسوش بقى تدعموا لي القناه وتعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.